اتوقع نتيجة مباراة فرنسا وإسبانيا وإنجلترا وأرجنتين وفوز ب 500 ألف جنيه سوداني. هذا المرة 500 ألف جنيه سوداني تتوزع لخمسة أشخاص. وانتوا عارفين طريقة الفرز، احنا نخش اللايف في اليوتيوب، سواء كان في اليوتيوب أو في الفيسبوك. هنختار الناس اللي بالقرعة، نكتب كل الناس اللي اتوقع النتيجة الصحيح، ونعمل نسحب غرة ونشوف في اللايف. سواء مثلا انت توقعت النتيجة الصحيح اليوم اللي انا نعلن مثلا اول مباراة فرنسا واسبانيا طلب اول، واليوم الثاني طلب مباراة اسمه ده مباراة ارجنتين وانجلترا. بعد ما طلب مباراة ارجنتين نجي نخش اليوم الثاني اللايف. انا بفتح اللايف في الفيسبوك وفي اليوتيوب. هنختار الناس اللي اتوقعوا النتيجة صحيح ونسحب بالغرة، وخمسة فايزين لكل واحد 100,000 100,000 100,000 100,000. أوكي. وبالنسبة للناس اللي بعدين، الناس اللي يتوقعوا نتيجة المباراة، ومثلا مباراة مثلا فاتت لركلات الترجيح، النتيجة اللي مثلا ركلات الترجيح ما محسوبة مع اللي اسمه ده. يعني سواء مباراة مثلا تزين دقيقة، مباراة انتهت مثلا تعادل، سواء كان السلبي ولا ايجابي، مثلا الاشواط الاضافيه، النتيجه لحد الاشواط الاضافيه محسوبه. لكن النتيجه اللي مثلا ركلات الترجيح، ها يعني الناس اللي يتوقعوا النتيجه مثلا، نتيجه مثلا اما في التسعين دقيقه، او مثلا التسعين دقيقه طلعت تعادل فاتت اشواط اضافيه، اشواط اضافيه لحد اشواط اضافيه محسوبه مع نتيجه المباراه. لكن لو فاتوا ركلات الحس، ذاك النتيجه ذاك ان نشيل النتيجه اللي قبل الاشواط الاضافيه، قبل اللي اسمه ده ترجيح، ركلات الترجيح، عشان الناس بعدين ما يقولوا مثلا يتوقعوا النتيجة مثلا خمسة ستة ولا شنو، وبعدين ركلات مثلا يطلع خمسة ستة يقول لك مثلا أنا فزت معك. وفي ناس كمان يكتبوا، أنا دائما قاعد نقول الناس اللي مثلا يفوزوا، في ناس بيقول، أنا دائما قاعد نقول لكم سحب تتم عن طريق القرى، وإحنا نسجل كل الناس اللي مثلا، إذا مثلا الناس كتبت 10,000 كومنت وحاجات زي ده، أنا ما حقدر بصراحة كده أشوف مثلا أفتش 10,000 كومنت عشان شنو. داك تاني يكون صاحب عشوائي، ومثلا نختار الناس اللي النتائج اللي مثلا اسمه ده يكون صاحب عشوائي ونختار. لكن انا ما ممكن 10,000 كومنت وانا مثلا افتش مثلا في 10,000 كومنت. في ناس مره كانت كتبت 11,000 كومنت، ها 11,000 كومنت. انا بصراحه ما عندي زمن افتش 11,000 كومنت عشان شنو اشوف اسم الكومنتات كلها. اذا الناس كتبت كومنتات كثيره يكون مثلا زي ما قلت لكم يكون صاحب عشوائي. وفي اللايف جوا ونشوف الناس اللي توقعوا النتيجه صحيح، ونتمنى لهم الحظ واتمنى لكم الحظ. وبالنسبه للمباراه بتاع يعني النرويج وانجلترا، طبعا تصحب القرعه اليوم طبعا 1000 كومنت على ما اعتقد. هنخش اللايف في اليوتيوب ساعة بعد نفس ساعة من الآن، ونسحب نكتب الناس اللي توقعوا النتيجة صحيح، ونكتب الأسامي، وبعدك نعلن الناس اللي الفايزين شخصين، وزايد اللي مثلا مسابقة بسيطة تاني بالنسبة للناس اللي يحضروا مسابقات في اليوتيوب. ونشوفكم إن شاء الله بعد نصف ساعة من الآن، نشوفكم في اليوتيوب. والسلام عليكم.